أقامت الجالية الأفريقية اليوم في العاصمة صنعاء مؤتمرا صحفي حول حادثة الحريق التي نشبت في مركز إيواء للاجئين الأفارقة. وحمل المؤتمر الأمم المتحدة مسؤولية عدم الاهتمام بمراكز الإيواء، مؤكدين تعاون حكومة الإنقاذ مع اللاجئين ومطالبين بوقف تسييس القضية. على ما قدمت الحكومة فور الحادثة 44 ضحية انقضوا نحبهم في حادث حريق مركز إيواء للاجئين من أصل 800 لاجئ محتجز وضعوا في عنابر تفتقر إلى أدوات السلامة حسب ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للجالية الأفريقية. بحدود 800 تم توزيعهم على 5 عنابر. الذي احترق هو العنبر رقم 1. المحتجزين الحصيلة النهائية لعدد الجرحى 202 بحسب الواصلين إلى المستشفيات. الذين ما زالوا في المستشفيات 21 بينهم 4 حالتهم حرجة. 468 تم ترحيلهم بعد أن تم توثيقهم وأخذ بصمة وصورة لكل شخص، بصماتهم وصورهم. هناك عدد غير معروف فر أثناء الحادثة. حكومة صنعاء قدمت ما تستطيع لإنقاذ الموقف، فيما الأطراف التي تحاول استغلال قضية إنسانية لم تفعل شيء، يقول منظمو هذا المؤتمر. هذا الشيء غير إنساني، أنه تسيسوا قضية ضد جهة سياسية أو لأغراض أو إيش. أولا هؤلاء أجانب، ثانيا لا يتم تجنيد إجباري لا للأثيوبيين أو غير الأثيوبيين. نحن هنا عملنا إنساني ليس سياسي، عملنا محايد، لا نؤيد عمل الحكومة ولا نؤيد عمل المنظمة، عملنا محايد ونتكلم الحقيقة. تزداد نسبة الوافدين إلى اليمن رغم ظروف الحرب في ظل تخلي الجهات الدولية عن واجباتها تجاه اللاجئين. تسييس قضية الحريق الذي نشب في مركز إيواء اللاجئين لقى إدانة واستنكار من قبل الجالية الأفريقية، مطالبين الأمم المتحدة سرعة القيام بواجباتها. صلاح سامعي، الساحات، صنعاء. وفي الوقت الذي كشف فيه المؤتمر الصحفي للجالية الأفريقية باليمن عن أسباب حادثة الحريق وحصيلة الضحايا، لا تزال قوى العدوان تسيس هذه القضية الإنسانية بعيدا عن المعاناة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وسط غياب دور الأمم المتحدة في تقديم العون لهم. حادث عرضي تعرض له اللاجئون الأفارقة في مركز إيواء المهاجرين في العاصمة صنعاء الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية خلف عشرات القتلى والجرحى. هذا ما أكدت عليه قيادات الجاليات من المهاجرين في مؤتمرهم الصحفي. هذه الحادثة وبدلا من أن تلقى اهتماما ومتابعة من قبل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، جعلت مادة إعلامية استخدمها العدوان للاستغلال السياسي فقط، بعيدا عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون. وعلى الرغم من المطالبات السابقة الموجهة للأمم المتحدة بإيجاد معالجات لأوضاع اللاجئين ونقلهم إلى بلدانهم بحسب طلبهم، تجاهلت الأمم المتحدة تلك المطالبات إلى أن جاءت هذه الحادثة المؤلمة التي ما كانت لتحدث لو لاقت مطالبات اللاجئين أذنا سامعة من قبل المنظمات التي تدعي رعايتها لهم. اليوم يقبع عشرات المهاجرين في مستشفيات صنعاء لتلقي العلاج رغم شحة الإمكانيات الطبية داخل المستشفيات في اليمن بسبب العدوان والحصار، فيما تفرض دول العدوان حصارها الخانق على اليمن وتحتجز المشتقات النفطية في عرض البحر، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف عمل المراكز الصحية في اليمن ووفاة الآلاف من المرضى. وأمام هذه الحادثة المأساوية يبقى السؤال هنا: هل ستتجاوب الأمم المتحدة وتتحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة في اليمن وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم وتعمل على إنقاذ الجرحى الذين كانت إصابتهم بليغة من خلال توفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات ومنها مادة الوقود، أم أنها ستتماهى مع مساعي دول العدوان للمتاجرة بهذه القضية سياسيا وتكتفي بإصدار البيانات والنداءات دون أي تحرك عملي؟ هذا ما ستثبته الأيام. وينضم معنا عبر الهاتف السيدة سناء محمد نور، رئيس لجنة اللاجئين الإريتريين. حياكم الله. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيدة سناء. بداية ضعينا في حقيقة وضع المهاجرين الأفارقة اليوم بصنعاء وأوضاع أيضا الجرحى في المستشفيات إذا سمحتي.
للأسف وضع المهاجرين واللاجئين في اليمن أصبح صعب جدا منذ 6 سنوات، وبداية الحرب والأزمة الإنسانية والاقتصادية أصبح وضع اللاجئين صعب جدا، والمنظمات الدولية التي تعمل باسم اللاجئين والمهاجرين للأسف لا تقدم لهم الرعاية الكافية ولا الخدمات الكافية. وعدد المهاجرين الأفارقة في ازدياد دائما في بالوصول إلى اليمن، لكن لا يوجد أي حلول لهم، لا يستطيعون العودة إلى بلادهم ولا يتم تحديد وضعهم في اليمن كلاجئين أو طالبين لجوء. نعم، لكن سيدة سناء، هل يتلقى هؤلاء المتضررون من حادث الحريق رعاية لازمة وأي احتياجات لهم في هذه المرحلة؟ بالنسبة للجرحى الحمد لله جميع الجرحى يتلقون الرعاية الصحية الجيدة في جميع المستشفيات. نحن نتابعهم بشكل يومي مع السلطات، ونشكر طبعا السلطات لتعاونها معنا والاهتمام بالجرحى والمصابين والضحايا طبعا. لكن ممكن أوضح أكثر أنه الجهة الوحيدة التي قدمت الرعاية بشكل مباشر وسريع هي السلطات، لكن إلى الآن ننتظر تحرك المنظمات الدولية وتقديم حل لهؤلاء الفئة المنسية. نعم، أنتم من تتهمون في هذا الحادث، حادث حريق مركز إيواء اللاجئين الأفارقة؟ إلى الآن ننتظر التحقيقات والبيان الخاص بالحكومة، ولكن هذا الحريق الذي حصل بسبب الازدحام أو كثر عدد المهاجرين نحمل المسؤولية الكاملة. طبعا الجهة المسؤولة عليهم أولا منظمة الهجرة الدولية، وثانيا المفوضية السامية. لولا تدهور الوضع الإنساني الخاص بالمهاجرين واللاجئين لما كان عدد تدفق كبير للمهاجرين ولا يوجد أي حلول لهم، وكثرتهم في المحافظات اليمنية، وأصبحوا مجرد عدد لا يتلقي أي خدمات من هذه الجهة. هم المسؤولين ومن نحملهم المسؤولية هم الجهات المنظمات الدولية. نعم، هل هناك إحصائية لديكم حول عدد اللاجئين الأفارقة المتواجدين اليوم في اليمن وفي صنعاء تحديدا؟ للأسف لهذه السنة لم نقم بعمل إحصائية جديدة، لكن العدد الحالي المقرر من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجميع الجاليات تقريبا يصل إلى 30 إلى 40 ألف مثل ما هو معلن من قبلهم، وإلى الآن لا يوجد إحصائيات أكيدة. ننتظر لكن إحصائيات وعمل إحصائيات جديدة للاجئين والمهاجرين كون عددهم في ازدياد كل فترة وكل سنة. نعم، تحدثت أن الأمم المتحدة والمنظمات تقدم ربما الرعاية ولو بجزء يسير إلى هؤلاء اللاجئين. اليوم موقف الأمم المتحدة من هذه المأساة كيف تنظر لها؟ وأيضا ماذا عن التسييس الذي تحدثت عنه في المؤتمر الصحفي؟ عفوا ماذا عن التسييس الذي تسييس العدوان لهذه القضية؟ نعم أيوة. بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين هناك عدد كبير من المتظاهرين الأثيوبيين أمام مكاتبها ويطالبون بالرد وإعطاء حق لهؤلاء المهاجرين والضحايا، لكن إلى الآن لا نوجد أي موقف واضح من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الهجرة الدولية. أما التسييس في الموضوع أنه تم ذكر القضية الإنسانية أو الكارثة التي حصلت منذ أسبوع من قبل إعلاميين وناشطي حقوقيين أو ناشطين إعلاميين في الخارج، تم تسييسه وإضافة أعداد، وتم ذكر أن يتم تجنيد الأفارقة المهاجرين أو اللاجئين بشكل إجباري من قبل السلطات، وهذه أشياء نفيناها وطلبنا أنه لا يتم تسييس قضية إنسانية، وهم في الأخير لاجئين ومهاجرين أفارقة ليس لهم أي علاقة بالسياسة ولا بأشياء غير قانونية. نعم، من خلال هذا الوضع يعني ربما الإنساني لأوضاع اللاجئين اليوم الأفارقة، ماذا تطلبون من السلطات وأيضا من الأمم المتحدة من حلول لتقدمها لمئات اللاجئين الأفارقة؟ والله آلاف اللاجئين الأفارقة والمهاجرين في اليمن نطلب لهم الحلول الدائمة أو المؤقتة بعمل مراكز إيواء لهم، باستقبالهم، بإعطائهم وثائق رسمية لكي يعيشوا في البلد بطريقة رسمية، وأنه يحصلوا على أبسط حقوق هي لهم من المفوضية أو الهجرة الدولية. المنظمات هذه التي تمثل اللاجئين والمهاجرين لها ميزانيات كبيرة خصصت لهذه الفئة، لكن للأسف الخدمات قليلة. نطلب إعادة النظر في عملهم وتقديم الخدمات بشكل كامل لهذه الفئة، وطبعا السلطات دائما متعاونة، ونتمنى أنه يكون التعاون أكبر بالأخص في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها المهاجرين واللاجئين. نعم، نتمنى أن يصل هذا النداء وهذه الصرخات إلى
الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة. شكرا لك السيدة سناء محمد نور، رئيس لجنة اللاجئين الإريتريين.